السلام عليكم. بُصّوا، كان في حد سألني قبل كده بيقول لي ليه العربيات اللي بتنزل مصر البنزين من غير تربو والديزل بيبقى نازل بالتربو؟ بُص، هو خلّينا متفقين الاتنين بينزلوا بتربو، والعربيات البريميوم كده بتبقى نازل فيها التربو أصلًا. في العربيات العادية مثلًا في الMG ف أو الMG5 كانت أول ما نزلت عملت قلبان جامد أوي هنا في مصر، ويجيبوها ويعملوا مقارنات بينها وبين عربيات كبيرة أو عربيات يعني مواتيرها كبيرة. ودي حاجة حلوة جدًا، يعني معظم الشركات دلوقتي أصلًا بقت ماشية على منهج اللي هو صغّر حجم الموتور وزوّد تربو. فأنت هتلاقي دلوقتي عربية مثلًا 4 سلندر بتقوم معلش بتقل من قيمة أي عربية مثلًا ممكن تبقى 6 سلندر، 8 سلندر. مش درجة 8 سلندر مثلًا في الفئات العُليا بتاعتها، بس أنت ممكن تلاقي 4 سلندر مثلًا تخش لها في 300 حصان مثلًا، 300 هورس باور، مقابل عربية 8 سلندر ممكن داخلها في 350، 400. طبعًا باتكلم في الموديلات القديمة شوية. ده ناهيك طبعًا عن استهلاك البنزين الكتير أوي في 8 سلندر مقابل 4 سلندر هنا، مميزات وعيوب كتير جدًا. في الديزل العكس بقى، أنت الديزل كده الموتور نسبة انبعاثاته عالية أوي. فأنت كان قوانين الاتحاد الأوروبي وقانون الانبعاثات أو اللي هي قوانين البيئة عمومًا بتحجم الشركات في الحتة دي. من بعد 2009 أو 2010 وأنت طالع، بقت كل عربيات الديزل أو مواتير الديزل لازم هتلاقي فيها تربو. ده بقى خلاص قانوني كده إن هو التربو بقى هنا حل لك أكتر من مشكلة، ويحوّل مشاكل أو عيوب كتير جدًا لمميزات كتير جدًا، فليه ما يستعملوهوش؟ وغير كده القوانين أصلًا حاكماهم إن هم يستعملوه. بُص، هو أنا قبل ما أتكلم وقبل أي حاجة، هو أنا في حلقة عاوز أعملها أو فيديو عاوز أعمله عمومًا، هاشرح فيه المميزات والعيوب بتوع البنزين، ومميزات وعيوب الديزل والفروقات بين الاتنين. فلو أنتم حابين حاجة زي كده اكتبوا لي في الكومنتات، وبإذن الله الفيديو هيبقى نازل طبعًا معلومات مفصلة أكتر من كده ومع الصور عشان خاطر يبقى كل الشرح يبقى واضح معاك بالصور وبكل حاجة. أنا دلوقتي هاقول لك حاجة، عايز بس قبل ما أقول ليه، فأنا عايز أوريك حاجة صغيرة. هنعتبر مثلًا ديّة كده ده البيستم بتاع العربية، تمام؟ دوّة بيستم، دي كده المسافة دي كده اسمها هنسميها مثلًا الشميز أو اللي هي الأسطوانة. البيستم هنا كده تحت دي اسمها النقطة الميتة السفلى، فوق كده النقطة الميتة العُليا. في الحتة بقى بين الاتنين دول كده ديّة المسافة اللي البيستم بيتحرك فيها. مثلًا هنا معايا هنقول 3 مللي، فأنا البيستم دلوقتي المفروض إن هو ساحب 3 مللي هوا. في حالة البنزين البيستم وهو نازل بيسحب الهوا والبنزين مع بعض، إنما في الديزل لأ العكس، الديزل بيسحب هوا بس، لإن البنزين بيحتاج بوجيه أو شمعة احتراق اللي هو تبدأ عملية الإشعال فيه. في الديزل غير كده، الديزل أصلًا مجرد إن هو وصل درجة الحرارة بتاعة الهوا حواليه 60 درجة مئوية، فهو في الحالة دي بيعمل اشتعال تلقائي، بيشتغل لوحده مش محتاج أي بدء اشتعال معاه. في البنزين العكس، فأنت درجة حرارة البيست من جوّه أصلًا أو آسف الأسطوانة من جوّه بتبقى عالية جدًا، فدي في حد ذاتها كفاية ومش محتاجة معاها بوجيه. وخصوصًا الديزل مش سريع الاشتعال، فمش محتاج شريط حاجة تبدأ معاه اشتعال في البداية، تمام؟ فهنا مثلًا دوّة البيست ما هو نزل سحب معاه هوا بس، فبييجي بقى وهو طالع ضغط وصلنا يعني لحد هنا كده الضغط إيه، وقفت معايا، اللي هو ما باسحبش لتحت، تمام؟ فنزل هنا، فمحتاج طبعًا قوة ضغط مني أنا كبيرة أوي عشان خاطر أوصل إيه، لفوق. وصل لهنا، بتيجي بقى الرشاش في قلب موتور الديزل دوّة بيقوم جاي بخ كمية الديزل، مجرد ما اتبخت هنا الديزل بيشتعل لوحده لأن ده قانون الفيزياء أصلًا بيقول كل ما زاد الضغط ارتفعت درجة الحرارة، لأن مثلًا أنت هنا النسبة دي كده الحتة دي كده درجة الحرارة هنا بتاعة الأوضة اللي أنا قاعد فيها متوزعة على كده، فأنا مجرد ما ضغطت الهوا بقى اللي كان متوزع في الحتة دي كلها بقى كله مضغوط في الحتة اللي هنا دي. فدرجة الحرارة مثلًا لو كانت 20 درجة مئوية في الحتة دي فلأ زادت، بقت الضعف لأن كلها اتركزت هنا. يا رب بس يكون شرحي واضح وما اكونش باتكلم بسرعة شوية، تمام؟ فأنت هنا مجرد ما ده طلع فوق الرشاش دخّل الديزل من جوّه، فأنت الديزل بيخرج بيشتغل في أي حتة، ممكن هنا في الجنب ده، في الجنب ده، فوق، تحت، المهم في أي حتة. فعشان كده بيبقى الموتور أصلًا محتاج بيبقى البلوك أكبر، البيستم بالدراع بتاعه بيبقى أكبر، اللي هم حاجات تستحمل قوة، لأن خصوصًا مواتير الديزل بتدّي تورك عالي، عزم عالي جدًا، بعكس موتور البنزين. موتور البنزين بيدّيك horse power والتورك أقل. في الديزل العكس، الديزل بقى بيدّيك تورك وعزم عالي جدًا مقابل horse power أقل. مواتير الديزل عمومًا مش بتاعة جري، تمام؟
البنزين هو اللي يفرق معاك في كده، الهورس باور بيفرق معاك في الأمم أو طالعة من الصفر ل100. في الديزل لأ، ما أنت ممكن تلاقي الموتور أصلًا العربية كلها ديزل تلاقيها آخرها خالص 180، 200 تمام، في البنزين لأ بنوصل لأعلى من كده. فهنا بقى تبقى هنا الفرق بين الاتنين، الموتور الديزل بيبقى محطوط أكتر، مستخدم أكتر في الحاجات اللي هي معدات تقيلة أو حاجة اسمها خدمة شاقة، هي أصلًا اسمها محركات خدمة شاقة، تلاقيها مثلًا راكبة في السفن، تلاقيها راكبة في العربيات النقل التقيل، نُص نقل، الميكروباص، أيًا كان نوع العربية اللي هتستخدم عليها بتبقى شغالة في حمولات وعربيات شغالة طول النهار، هي عمومًا مواتير يعني بتاعة مرمطة، بتاعة شغل، بتاعة تعب، غير البنزين، عمومًا موتور الديزل بيبقى عمر الافتراضي بتاعه أعلى بكتير جدًا من البنزين، تمام؟ فأنت التربو هنا حل مشكلة انبعاثات أكتر، يعني قلل الانبعاثات بكتير جدًا، زوّد معانا التورك بتاع الموتور، فبقت نسبة الديزل اللي محتاج تدخّلها أقل، وبطبيعة المواتير الديزل أصلًا إن هي استهلاكها في الوقود أقل بكتير جدًا من البنزين، لأن موتور الديزل بيبقى كلّه على بعضه محتاج يعني عدد لفّاته مش سريعة، مش عالية أوي، ممكن توصل معاك ل4000 ومن بعد كده بتبدأ معاك الأحمر، ويبقى خطر جدًا إن أنت تعدّي الحتّة دي. في البنزين لأ، بتبقى لأ، عدد لفّات الموتور أعلى، تمام، ده راجع لحاجات كتير بإذن الله في الفيديو التاني هاقول لكم لو أنتم حابين، هاقول لكم التفاصيل دي كلّها. فأنت هنا في الديزل لأ، فأنت التربو بيركب تربو صغير مش تربو كبير، اللي هو في خيالك يعني يوصّل العربية لكتير يعني horse power عالي جدًا، عشان زي ما قُلت لك هنا مش horse power، هنا بيبقى عزم وتورك أكتر. فبس يعني أنا حبيت أوضّح لك الفكرة، أنا عارف طبعًا ما اديتكش تفاصيل كلّها لإن أنا مش مجهّز script أو حاجة زي كده. فبإذن الله يكون الفيديو عجبكم، وطبعًا بقى مش هاقول لكم يعني شجعوا أخوكم كده subscribe أو اشتراك مثلًا، لايك، فولو، أيًا كان اللي أنتم هتعملوه اعملوه، تمام، وشكرًا، سلام عليكم.